واش عمرك سولتي راسك علاش كاينين الناس اللي منضبطين في حياتهم ولا في داكشي اللي كيديروه ودا كيخدموا عليه، ولكن كيبقاو ديما في بلاصتهم وما كيتطوروش؟ كتلقى مثلا شي واحد اللي كيدير شي حاجه ولا كيخدم على شي حاجه وكيديرها كل نهار وكيعاودها ومنضبط فيها، عمرو حبس. ولكن واخا هكاك كتلقاه واحد غير في بلاصتو وما كيتطورش، وكيقدر كاع يجي شي واحد غير من وراه وكيفوتو. وهذا الشيء يقدر يكون في الخدمه ولا في السبور ولا في شي حاجه باغي يتعلمها ولا في بزاف ديال المجالات. وهذا الشيء كيبين لنا انك واخا تكون منضبط وعندك الاستمراريه، فراه هذا الشيء ما كافيش باش انك تطور وتزيد لقدام. حيت لوجيكمون الا بقيتي كدير نفس الحاجه بنفس الطريقه واخا دوز فيها اعوام، فراك غادي تبقى ديما كتوصل لنفس النتيجه وعمرك غادي تزيد لقدام. حيت التطور كيحتاج واحد الحاجه اللي مهمه بزاف ولا نقدروا نسميوه عنصر مهم بزاف، اللي هو التحدي. خاصك ديما تحديات جداد في حياتك اللي غادي يخرجوك من الكومفورت زون ديالك وغادي يدفعوك انك تحسن وتزيد لقدام. ناخذ مثال ديال البادي بيلدين ولا رياضه كمال الاجسام باش نشرحوا الفكره مزيان. الا خدينا مثلا واحد الانسان اللي كيمشي لاصال كل نهار ومنضبط وما كيضيع حتى حصه، ولكن كيدير دائما نفس التمارين بنفس الاوزان، واش غادي يتزادوا الحجم العضلي وغيتطور؟ لا. ولا نقدروا نقولوا باللي غادي تزادوا في الاول، ولكن من بعد واحد المده غادي يحبس في بلاصتو وما بقاش غادي يتزاد، حيت بكل بساطه الجسم ديالو ولا العضلات ديالو ولفوا هذوك الاوزان ولا هذوك التمارين ولاو كيجيوهم عاديين، ولاو هذوك بالنسبه لهم هما الزون دو كونفور ديالهم. دونك باش يزيد يتطور خاصو يتحدى راسو وسوا يزيد في الاوزان ولا يبدل التمارين، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يتطور وتزادو كتله عضليه ويكبر. وهذا الشيء راه كينطبق على حياتك كامله، على داك الشيء كامل اللي كديرو، ماشي غير السبور. فإذا بقيتي كتكونسومي نفس المحتوى، كدوي مع نفس الناس، كتجمعوا في نفس المواضيع، كتهرب من اي حاجه كتجيك صعيبه وكتخرجك من الزون كونفور ديالك، كيفاش بغيتي تطور وكيفاش بغيتي تزيد لقدام؟ الا بقيتي غير مرتاح وكدير غير داكشي اللي كتعرف وما كتجرب حتى شي حاجه جديده اللي كتشالنجي فيها راسك، فراك كتعاود غير نفس النهار بلا حتى شي جديد. راك عمرك غتطور وعمرك غتزيد لقدام الا ما كنتيش كتخرج من الزون كونفور ديالك، ماشي مره ماشي جوج ولكن ديما. دير داك التمرين اللي كيجيك صعيب، هز داك البوا اللي كيجيك ثقيل، هضر مع داك الشخص اللي كتخاف تهضر معاه، جرب ديك الحاجه اللي كتخلعك واللي ما متاكدش منها. راك عمرك غتطور الا ما كنتيش كتحس على الاقل بشويه ديال الصعوبه في داكشي اللي كدير. الانضباط والاستمراريه اساسيين مهمين، ولكن بلا تحدي راك غتبقى غير نسخه محسنه ديال راسك، ماشي ديك النسخه الجديده اللي انت كتحلم بها وباغي توصل ليها. المهم هذا ما كنتمنى ان الفيديو ان شاء الله تكون عجباتكم، انسبيراتكم ولا استفدتوا منها شي حاجه. تلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.